السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيت لكم بطريقة عمل قلقاس طريقة حلوة وبسيطة على طريقة أمي، ربنا يخليها لي ويحفظها يا رب. هي اللي معلماها لينا بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. أنا هنا معايا قلقاس غسلته كويس قوي ونشفته، ومعايا حزمة من السلق. أنا هنا ما عنديش كزبرة، عادي ما فيش أي مانع. ومعايا هنا معلقتين من الثوم المهروس، ومعايا ليمون. ده هقول لكم برضو قدام هنستخدم الليمون في ايه، بس قبل ما نبدا لازم تصلي على النبي. جبت معايا السلق هقطعه كويس قوي، مش بحب اطحنه في الكبه ولا ناعمه قوي، لا هحبه زي قطع الخضره بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. النهارده زي ما قلت لكم هعملها بطريقه امي زي ما بتعملها لنا بالظبط، هعملها ليكم كمان. هقطع السلق هنا كويس قوي، هصغره زي تقطيعة الخضرة بالظبط، مش اكتر ولا اقل زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصت الخضرة كلها. هجيب معايا حلة على النار، هحط فيها معلقتين سمنة، وهنزل بمعلقة توم على طول. هقلبها كده لحد ما التوم ياخد لون معايا. انا هنا بحبها بطشة التوم القلاص في الاول خالص، مش بحب اسلقه بعدين اطشله. هقلبه كده تقلبتين 3 لحد ما ياخد لحد ما يصفر معايا، وبعد كده هنزل كده بكل السلق اللي انا قطعته. بعد كده هقلبه كويس، هيدي ريحه حلوه قوي مع الطشه بتاعه الثوم، والثوم كمان اللي مقلباه في السمنه هيدينا ريحه حلوه قوي. مجرد كده ما هنقلبهم هيبدا يدبل معايا السلق. يعني زي ما قلت لكم انا بحب السلق متقطع، ما بحبوش مفروم خالص. كده بعد ما تدبل معايا كويس قوي، بص مدرج ما يدبل اصلا هتلاقيه اصلا لوحده. هو مجرد اصلا ما خد تقلبتين 3 دب اصلا لوحده. هنا بعد اصلا ما قلبناه، هنا القلقاس انا قلت لكم غسلته ونشفته كويس قوي. انا هنا هنزل بيه على السلق. انا هنا مش هسلق القلقاس ولا اي حاجه خالص، لا بالعكس هنزل بيه على طول. هنقلبه بس تقلبتين 3 لحد ما الخضره وكله يدخل في بعضه، الخضره والقلقاس يدخلوا في بعض كويس قوي ويتقلبوا كمان مع بعض، وهياخدوا برضو من ريحه الخضره والثوم. نقلبهم كده شويه. حابه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه قوي وجربوها تعجبكم، اكتبوا لي في الكومنتات اللي جربها. وهنا خلاص بعد ما قلبت شويه والقلقاس خد من ريحه الثوم والخضره، هنا نزلت عليهم بالشوربه. كان عندي شوربه لحمه باقي عندي من امبارح، كده خلصت دي الكميه اللي انا هستخدمها. الشوربه مظبوطه. هنا بقى نص ليمونه، انا قلت لكم هعمل بيها ايه. هنا هعصر نص ليمونه. هنا فايدتها اني هتمنع الماده اللزجه تطلع في الشوربه اللي هي بتاعت القلقاس. هنزل كمان بنص معلقه كمون. انا هنا عندي الشوربه مظبطاها ملح، هسيبه بقى يغلي ويستوي مع بعضه. وهنا بقى بعد ما استوى القلقاس جبت طاسه على النار، نزلت بنص معلقه سمنه بلدي، هنزل بنص معلقه توم صغيره. انا هنا مش هكتر توم كتير عشان انا هناك حاطه توم في الاول، انا عايزه هنا حاجه بسيطه قوي كده. بعد ما صفر وخد لون معايا هنزل بيه على القلقاس. بصوا القلقاس بعد ما استوى بقى شكله عامل ازاي، شكله حلو قوي وريحته كمان، بس الطشه كمان بتحليه اكتر واكتر.
احنا بنحب بطشة تانية مش الاولانية وبس. وبكده خلص القلقاس معانا، سهل وبسيط. تعالى هنا اغرف بقى اوريكم شكله في الطبق عامل ازاي ولونه كمان، وهوريكم ازاي مستوي وازاي الشوربه بتاعته حلوه قوي، ولونه كمان احلى واحلى. هغرف كده عشان اوريكم شكله عامل ازاي من جوه ومستوي ازاي وشكله حلو قوي. والشكل السلق كمان حلو قوي، احنا مش بنحب سلق مفروم ولا مطحون ولا لونه كمان. انا والله مش حاطه فيه اي الوان خالص، هو لونه طلع كده. اللي تابع الطريقه من الاول هيعرف كده. بصوا مستوي ازاي، ولا شكله ولونه حلو قوي وسهل وسريع، حلو قوي كمان في العزومات جنب الاكل، وبرده في رمضان وفي ايام البرد حلو قوي. هوريكم كمان الشوربه بتاعته، ولا كمان الشوربه بتاعته ما فيهاش خالص الماده اللزجه بسبب نص الليمون اللي احنا عصرناه عليه. دي فايده الليمون، من غير ما نسلق القلقاس ولا اي حاجه خالص. يا رب الفيديو لحد دلوقتي يكون عجبكم واستفدتوا منه كتير. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية كتير، بس ما تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.